السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من قناتكم منوعات آدم. هنتكلم النهاردة عن موعد وتوقيت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2025. سنقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة من الموعد والمكان والتوقيت والقنوات الناقلة، فابقوا معنا ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تعتبر هذه المواجهة من كلاسيكيات الأسبانية التي تجذب انتباه العالم بأسره، حيث يجتمع فريقان من أعرق الفرق في تاريخ الكرة الأوروبية. ريال مدريد يبحث عن التأهل إلى الدور ربع النهائي لمواصلة مشواره في الدفاع عن لقبه، بينما يحلم أتلتيكو مدريد بتحقيق مفاجأة وإزاحة الملك من الطريق. أتى ريال مدريد إلى هذه المباراة بعد خسارة مؤلمة أمام ريال بيتس بنتيجة 2-1 في الجولة 26 من الدوري الإسباني. الفريق يتواجد حاليا في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة. سيحاول الفريق تصحيح مساره والعودة إلى الانتصارات في دوري الأبطال. أتلتيكو مدريد يدخل المباراة وهو متصدرا لترتيب الدوري الإسباني ب56 نقطة وينتظر مباراة برشلونة. أتلتيكو يظهر أداء قويا هذا الموسم سواء في الدوري المحلي أو في دوري الأبطال. الفريق يعتمد على خط دفاع قوي وهجمات سريعة لتحقيق النتائج الإيجابية. تلعب المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 مارس 2025، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق. وستقام المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو معقل فريق ريال مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد. المباراة جزء من ذهاب دور ال16 في دوري أبطال أوروبا، وهي منافسة شرسة بين فريقين من أقوى الفرق في أوروبا. وتنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة. تعتبر المباراة متكافئة إلى حد كبير، حيث يمتلك كلا الفريقين عناصر قوية يمكن أن تحدث الفارق. ريال مدريد سيكون مرغما على الفوز أمام جمهوره في سانتياغو برنابيو، بينما سيحاول أتلتيكو مدريد تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه لتعزيز فرص التأهل في مباراة الإياب. اكتبوا لنا توقعاتكم بالفائز في التعليقات، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم ومتابعة قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.